السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال والحلاوة دي معمولة بإمكانيات اقتصادية جدا جدا، موجودة عندنا كلنا إن شاء الله، تكون موجودة في كل بيت. دي الفريسكا أو الفطاير الهشة القطنية اللي زي الفل بإمكانيات بسيطة. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول عملناها ازاي. معايا نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين سكر كبار، نص معلقة ملح، وبياض بيضة، وشوية فانيل. لو عندك لبن حليب ما يعني استغنى عن البيضة، بس الفريسكا او الشريك او ده دايما بيحطوا في بيض. انا ما بحبش البيض قد كده، بس ده اللي كان موجود عندي. نزلت ببياض البيضة، وطبعا حطيت فانيليا عشان بياض البيضة ده، وتلت كوباية زيت. الكوباية اللي انا عيرت بها الزيت ديت هعير بها المية. اخدت كوباية كاملة من المية، وحطيت معايا كمان كوباية او كوباية الا ربع جنبي، وشوف الدقيق بتاعي هياخد قد ايه المية. بعد كده بقى بعد ما لميت العجينة نزلت على الرخامة بقى وعجنها حلو قوي. نجاح الفطاير ديت او الفريسكا بتبدأ من العجين، ولو عندك مضرب كهربي اعجنها حلو قوي برضه، قصدي يا ربي عجان. وبعد ما عجنتها حوالي 10 دقايق بليت ايدي زيت كده من الوش، وسبتها تخمر. طبعا المية بتاعتنا كانت دافية عشان احنا في الشتاء. انا بقول لكم هي اختمرت معايا اهيت، وهبتدي اقطعها بقى بعد ما اهبطها شوية على الحجم اللي انا عايزاه. انا عملته حجم كبير حلو شوية، ما عملتوش صغير. عايزة تصغري عن كده براحتك. النص كيلو اديني كمية حلوة قوي. اول حاجة نزلت قعدت كده بططتها وفردتها فردة صغيرة كده زي ما كنت بعمل عيش فينو. عملت كذا واحدة كده وسبتها، وده بدها فرصة تخمر عشان لما اجي افردها والفها الشكل اللي انا عايزاه تبقى سهلة معايا، ما تمطش كده وترجع معايا. بديلها فرصتها في الخمر. ايوه بين ايديكي كده افردي بايديكي الاتنين الشكل اللي تحبيه. عايزة تعملي ضفاير يبقى 3 من دول، عايزة تعملي واحدة يمين واحدة براحتك خالص. بس انا الشكل ده كان حلو وسهل معايا قوي، شكله جميل وسهل، ما خلينيش اخدت وقت. الحلزونة، فاكرين الحلزونة؟ هي الحلزونة. وكل ما كانت العجينة طويلة معاكي، كل ما اديتك لفات اكتر وورقت معاكي اجمل كمان. وما تيجي تحطها في الصينية ابقي سيبي بايه فراغات، لان هي اعملي حساب ان هي هتخمر. رقي كده، رقي خالص على قد ما تقدري، واعملي لفات كتيرة لفات كتيرة، حلزونات كتيرة ورا بعضها. نجاح الفريسكا ديت او الفطاير ديت العجينة يا جماعة، العجينة تاخد وقتها معاكم. دلوقتي انا عملتها واسيبها تخمر. هاجي بقى ادهنها بقى بصفار البيضة، ولو لما فيش بيض او لو عندك حليب زي ما قلت يبقى شوية لبن وحلو قوي هتدهنها بيه. حطيت عليها شوية من الخل ودهنة بسيطة كده عليها، ورحت رش عليها سمسم او شوية سكر. السكر كان مخليها لها طعم حلو قوي، مش محتاجة انك تحط معاها اي حاجة وانت بتشربي الشاي. السمسم جميل برضو حلو قوي، بس تعالي الحب الا السكر. السكر برضو ادالها لمعة حلوة قوي، وحاجة بسيطة يعني مش كتير. طبعا الفرن كان شغال واحنا بندهنها. الفرن يكون سخن يا جماعة، لو الفرن بارد التسوية مهمة جدا، هيطلعها ناشفة منك. هي الصاج خد حوالي 10 دقايق في الفرن. شايفين طالعة جميلة وبتلمع زي الفل ازاي؟ مش محتاجة انك ترشها وتضخها بمية ولا اي حاجة خالص. وطرية، فضلت طرية من اول واحدة لاخر واحدة، ما نشفتش مني ولا اي حاجة جد خالص. حاجة بسيطة وجميلة. والعجينة دي احنا بنعملها كتير قوي. بس عندك حليب وعايزة تحط حليب وزبدة، يا سلام، ما شاء الله. ما فيش، اعملي زي كده اهوت ودفي عيالك وفرحيهم. انا ولادي خدوا عجين وقعدوا يعملوا اشكال زيي، وحطيتها لهم في صاجة لوحدها وكانوا فرحان بقى قوي. كانوا بيعملوا ضفاير. شايفين مورقة من بعضها ازاي؟ فيديو بسيط وسهل وما اخدش وقت، وقعدت معاكي كوباية الشاي وفطرتين من دول والحمد لله. استودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم.